السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى يا ست الكل، البوتاجاز بتاعك بايظ كده وكله زيوت وصدى والكلام ده كله. هنرجع البوتاجاز كده جديد نوفي بحاجات سهلة جدا وطريقة جميلة خالص. تابع معايا الفيديو كده 3 دقايق بالظبط. هترجعي البوتاجاز بتاعك جديد نوفي. هتجيبي حلة مية وتغلي المية وتجيبي 3 معالق ملح كبار، وبعدين 3 معالق كربوناتو. وخلي بالك عشان بيفور كده بالراحة. وبعدين تسيبيهم يغلوا غليان مظبوط تمام. وبعد كده نحط، خلي الطعام عادي تمام. نحط برضو مقدار كوباية شاي. وبعد كده نجيب صابون سائل، اي صابون سائل. نفضل برضو بمقدار كوباية كده على شوية المية دولت تمام. وبعد كده نسيب المية تغلي غليان مظبوط، وعشان تدينا جودة كويسة وتاكل الزيوت والصدى اللي على الصاج بتاع البوتاجاز تمام. نشيل الخلطة كده، وبعدين نشيل بقى العيون ديت. وبعدين نفضي الخلطة بتاعتنا بهدوء كده وبالراحة عشان المية سخنة وما نتأذاش من المية. يعني وانت بتفضي كده يا ست الكل بالراحة عشان ما تتلسعيش من المية دي تمام. زي ما انتم شايفين كده، نفضي بقى بالراحة بالراحة بشويش. وبعدين العيون ديت هندعكها، العيون عشان نسيت اصورها، هندعكها بورقة صنفرة اللي هي صنفرة عادي بتاعة الخشب او صنفرة الحيطان. ورق احمر كده صغير ب5 جنيه. بعدين هندعك بيهم العيون، هيرجع جميلة جدا. طيب نيجي بقى هنا ندعك البوتاجاز. يا ريت يكون معاكي سلك معين اللي هو الخشن، لكن ده سلك ناعم، فعشان كده يعني ممكن عايز دعكان كتير. لكن السلك الخشن يوفر عليكي دعكان كتير كتير كتير. فهاتي سلك خشن ودعكي كده دعكان كويس. وانت لسه لحد دلوقتي يا ست الكل ما عملتيش لايك للفيديو، ولسه كمان ما اشتركتيش في القناة، الاشتراك والله ببلاش. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتعليق جميل كده منكم. ولو محتاجين اي حاجة اكتبوها في تعليقات ان شاء الله نعملها لكم باذن الله. وكده البوتاجاز راجع معانا جديد نوفي زي ما انتم شايفين كده. بص بقى على الجمال وبص على الحلاوة. 3 دقايق الموضوع خلص. انسي الزيوت وانسي الصدى وانسي الاكلان. على فكرة والله الاشتراك ببلاش، واللايك برضو ببلاش، والتعليق ببلاش. ما تنسوش بقى اشترك في القناة ولايك جميل كده. الى اللقاء لفيديو قادم ان شاء الله، والجاي احسن. سلام عليكم.